ايه رايك لو قلت لك ان الجو والجتا مش بس تشققات؟ لا، النهارده هعلمك طريقه اخطر بكتير جدا هتعرف فيها تكامل اي داله مثلثيه، ودي فيها لعبه لو فهمتها هتفهم اي سؤال عندك. جاهز؟ النهارده جاي اكسر لك اي حاجه خوف من الدوال المثلثيه، سواء شقاق او تكامل، وأعرفك في الحصه دي الفرق ما بينهم وتحل اي سؤال يا بطل. يلا بينا. جاهز نبدا؟ يلا بينا. آخر درس عندنا في التفاضل في تانية ثانوي، ومن أهم دروس تالتة ثانوي. على فكرة الدالة المثلثية دي عندنا في تالتة كمان، وهتشتغل عليها بمجهود جدا كتير جدا هتشتغل عليها. طيب، تعالى أفكرك الأول بحاجة اسمها مشتقة الدوال المثلثية. بس كده المشتقة؟ أيوه. كان عارف شفت قوانين المشتقة. كان أول حاجة مشتقة، لو جيت قلت لك إن ص بتساوي جا ألف س، أو ص بتساوي جتا ألف س، ص بتساوي ظ ألف س، ص بتساوي ق ألف س، ص بتساوي قتا ألف س، وص بتساوي زتا ألف س. سؤال مشتق دلوقتي ايه؟ كنت جيت قلت ده ص ده س بتساوي ده ص ده س بتساوي مشتقة الجاء جتا، وبعد كده تشتق الزاوية وتشتق الألف س دي بألف. مشتقة الجتا بسالب جا، يبقى ص ده س بتساوي مشتقة الجتا بسالب جا ألف س ألف بر. اي حاجه قلتها لك، اي حاجه فيها تاء حط لها سالب، اي حاجه عندك فيها تاء حط لها سالب. مشتق الظا بقوة تربيع ألف س، مشتق الزوائر ألف بقوة تربيع فألف. مشتقة القاء ده ص ده س، مشتقة القاء بقاء ظا مرة في ألف. مشتقة القتا ص ده ص ده س، مشتقة القتا يقول ده برافو، اي حاجه فيها تاء حط لها سالب، يبقى سالب صيغه القاء قذا، يبقى القتا قتا ظا. طب بتساوي زتا الف س، مشتقة الزتا ده ص ده س، مشتقة الزتا بسالب عشان فيها تاء، هنا الزا كانت بقتا تربيع، يبقى الزتا بقتا تربيع الف س. حلو. بس تعالى بقى هتفكرك بشويه حاجات كده بسيطه خليها في اولى ثانوي. جا تربيع س زائد جتا تربيع س بتساوي واحد. دي بعض الحاجات اللي لسه خاصه، ومنها ان جتا تربيع لما تدي عكس اشاره يبقى جتا تربيع س بتساوي واحد ناقص جتا تربيع س. ومنها لو اديت جتا تربيع عكس اشاره يبقى جتا تربيع س بتساوي واحد ناقص جتا تربيع س. حلو. استاذ خد ايه كمان؟ واحد زائد ذا تربيع، واحد زائد ذا تربيع س كانت بتساوي ق تربيع س. لو اديت جتا تربيع عكس اشاره يبقى ق تربيع س بتساوي ق تربيع س ناقص ذا تربيع س بتساوي واحد. وادي واحد بس اشاره يبقى ظا تربيع س بتساوي ق تربيع س ناقص واحد. كده كل حاجه موجوده في اولى ثانوي. تعال حاجه ثانيه اللي هي واحد زائد ظا تربيع س بتساوي ق تربيع س. لكن برضه ودي ظا تربيع عكس اشاره يبقى انا عندي ق تربيع س ناقص ظا تربيع س قال لك بيساوي واحد. ودي واحد بس اشاره يبقى ظا تربيع س بتساوي ق تربيع س ناقص واحد. خليهم عندك على جنب هتحتاجهم برضه. خدوا برضه شويه جدول السنه دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا باشمهندس؟ جا 2 س بتساوي جا، وانت عايزها برضه جا جتا، جا 2 س معذره، جا 2 س عباره عن 2 جا جتا، وجتا 2 س عباره عن مش هتحتاجكم في التكامل اكتر، هتحتاجكم في التكامل. 2 س عباره عن جا تربيع س ناقص جا تربيع س، او 2 جا تربيع س ناقص واحد، او واحد ناقص 2 جا تربيع س. وخدنا ذات 2 س اللي هي عباره اهي 2 ظا س على واحد ناقص ظا تربيع س. الدول اللي جايه هتحتاجها السنه دي ان شاء الله، وهتحتاجها معانا في التكامل باذن الله.
دي المشتقات والدوال اللي انا هحتاجها. الجزء ده مهم جدا، الجزء ده مهم جدا، حاول تبقى عارفه وتيقن منه. صاد بتساوي جا الف س مشتقة جا جتا، جا مشتقتها جتا. خد بالك انا بعملها العكسيه دلوقتي. جا مشتقتها جتا، جتا مشتقتها جا، ظا مشتقتها قطر بي، اما الطاء قظا. حلو. القتا قتا زتا بس فيها تاء تبقى سالب. زتا الف س بسالب قتا تربيع س. النهارده هناخد حاجه بقى العكس، العمليه العكسيه ليها، تكامل الدوال المثلثين. اتنين صحاب بيتخانقوا مع بعض، الاتنين عكس بعض، اتنين ماشيين مع بعض، ده بيقول انا هعمل كذا، ده يقول له لا انا هعمل عكس. هو نفس الفكره، المشتقه هي عكس التكامل. ده حاجه وده حاجه، اتنين صحاب لازم يخبطوا في بعض. ده يقول انا هشترك، لا يقول ده انا هكان، ده هشترك ده هكان. الاتنين مختلفين مع بعض في كل حاجه. بمعنى العمليه العكسيه دي، يعني انا هكمل ده يديك الناحيه التانيه، هكمل اللي هنا يديك ده، هشتق ده يديك ده. مش فاهم. تكامل جاء أو جتا، تكامل جاء ألف سي درسي، تكامل جتا ألف سي درسي، تكامل قا تربيع ألف سي درسي، تكامل دقاق قا تربيع، تكامل قا ظا ألف سي درسي، تكامل قاتا زتا ألف سي درسي، تكامل عندك مين تاني؟ قاتا تربيع ألف سي بتساوي. بص يا اخوان، عارف مشتقة الجزاء جاء، هنا مشتقة الجاء أو تكامل الجاء بسالب جاتا ألف سي، بس بقسم على مشتقة الدالة. بمعنى مشتقة الدالة بألف، اقسم عليه يبقى واحد على ألف. لا، تكامل الجاء بسالب جاتا، طب مشتقة الجاء والسالب بتاعها تاء بجاتا، مشتقة الجاء جاتا، تكامل الجاء بسالب جاتا. شوف، تكامل الجاء بسالب جاتا، اعرف ده بالعكس ايه؟ تكامل الجاتا، جاتا لوحدها بجاء، استاذ اشتق دي بألف، اقسم عليها، اوعى تنسى، اوعى تنسى يا ميشو. على هنا مشتقة الظاء بقطر بي، تكامل القطر جنب ظاء، ظاء ألف سي، واقسم عليه واحد على ألف، اللام اقسم عليه الزاوية. طبعا ده كله زائد ثابت زائد ثابت زائد ثابت. تكامل القذا، أنا عارف إن مشتقة القاء بقذا، طب تكامل القذا بقاء يبقى عندنا قاء ألف سي، نقسم على القاء على الألف يبقى واحد على ألف زائد ثابت. قاتا زاتا، قاتا زاتا، استنى كده، قاتا زاتا، قاتا زاتا، أنا عارف إن دي مشتقة قاتا. حلو، يبقى تكامل دي يديك قتا. الله ينور، برافو. بس كانت دي بقى سالب، كان المفروض تبقى هنا سالب، يبقى هنا سالب، واحد على ألف زائد سالب. مشتقة القطع بقطع ظبط بسالب، تكامل القطع بسالب قطع، تكامل القطع ألف س ألف س بسالب قطع ألف س، مشتقة الزطا بسالب قطع تربيع، تكامل القطع تربيع وبعدين ده س، تكامل القطع تربيع يديك سالب اهو، سالب زطا ألف س، دي سالب زطا ألف س واحد على ألف. طبعا الحاجات دي كتير مهمة جدا، مهمة جدا. طبعا ما ينفعش تكمل الدرس ده قبل ما تسمع الحلقة اللي فاتت على الجزء بتاع التكامل، لأن هبدأ أدخلك الاتنين مع بعض. إزاي؟ هبدأ أدخلك دالة بتاعت تكامل الدوائر المثلثية وفي نفس الوقت فيها دالة تانية. مش هرجعها اللي موجودة في الفيديو اللي فات، هسيبه هو الرابط والرابط بتاعه في الديسكربشن تحت. هبدأ لما تكمل الحلقة دي وقف لحد هنا وارجع اسمع الفيديو الأولاني. فأنت سمعته كمل معايا. السبورة الجاية هتبدأ كلها أسئلة وإزاي أعلمك منها. المهم المشتقة عكس التكامل، مشتقين ده مستقر ده، تكامل ده يديك الناحية التانية. جاهز؟ السبورة عندك تبقى كده بخط حروف خلاصة، ويلا بينا على السبورة اللي بعدها.
نيجي للسبورة التانية معانا، والسبورة دي مهمة جدا وده أهم سبورة في الأسئلة. فين سبورة كمان؟ السبورة دي فيها سؤال في الامتحان عندك سواء أظهر أو عام. تكامل داتا 24، خد بالك من شغال على تكامل مش تفاضل. تكامل الداتا بجا، أستاذ عشان عارف المشتق الداتا بسالب جا، لا، تكامل الداتا بجا، فدي معناها جا ألف س وبقسم على ألف، لا بتساوي تكامل الداتا بجا 4 س وبقسم على 4 اللي هي مشتقة الزاوية، يبقى 1 على 4 ده س اللي هنختار الأولاني، طبعا في ألف اختار الأولاني. الفرق التاني تكامل جا تاتا س، أنا عارف إن مشتقة الجا جاتا، تكامل الجا بسالب جاتا 3 س أو ألف س نورة القانون واقسم على الألف، يبقى الجا جاتا 3 س وبقسم على التلاتة يبقى سالب 1 على التلاتة، يبقى سالب 1 على التلاتة جاتا 3 س اختار رقم ب. تكامل القاء 5 س دي بتساوي ايه؟ انا عارف ان مشتقة الظا بقاء تربيع، يبقى تكامل القاء بظا، حلو، يبقى مشتقة الظا بقاء تربيع، يبقى تكامل القاء تربيع بظا ألف س بقسم على ألف، يبقى انا عندي قاء تربيع يبقى ظا 5 س وبقسم على الخمسة، يبقى 5 ظا 5 س اللي رقم جي، يبقى 5 س اهي بقسم على 5 برضه. قاء تربيع 3 س، انا عارف ان مشتقة الزتا بسالب قاء تربيع، طب تكامل القاء تربيع هتقول لي بسالب زتا، برافو عليك، اهو زتا الف س زتا الف س وبقسم على الف، ده القانون بالنسبه لي، يبقى سالب اهو زتا الزاويه عندك 3 س وبقسم على الثلاثه يبقى 1 على الثلاثه، يبقى سالب تلت زتا 3 س اللي هي الاختيار رقم د، سالب تلت زتا 3 س. قاذا، أستاذ أنا عارف إن مشتقة القاء يديك قضاء، يبقى تكامل القاء بقاء، تكامل القضاء بقاء طاء، هنا واحد اقسم على الواحد ملوش لازمة، يبقى رقم 6 تكامل 4 ناقص قاتا س زائد س، قلت لك أنا منفصل أهي ده سابه، تكامل السالب زود له س، حلو، تكامل السالب زود له س يبقى 4 س أهو، تكامل لو تفتكر تكامل ألف س وألف دالة س خدناه الحصة اللي فاتت بألف س زائد س، حلو زائد س. طب تعالى هنا تكامل الأربعة أستاذ يبقى 4 س سالب قتا زتا، مشتقة القتا بسالب قتا زتا، يبقى سالب قتا زتا بيساوي تكامل القتا، برافو عليك، يبقى زائد قتا س، يبقى 4 ت زائد قتا س اختار رقم ب. خد بالك سالب قتا زتا على بعضها كده أهو اللي هي عبارة عن قتا تكاملها بقتا س. ده تربيه ومن معظم بيتلخبط في الحاجات دي، لسه بنقول لك هقول السبوره كانت في الجزء ده، ارجع لاي سبوره خالص، ده تربيه زي تربيه وقت تزود وتنقص الحاجات دي كلها، ده على بعضها كده بواحد، جه تربيه زي تربيه بتساوي واحد، 1 أس 7 بتكامل 1 أس 7 ده اللي س، 1 أس 7 اللي هي بواحد، حلو ده الس، تكامل رقم بايه؟ بس زائد س، يبقى هي الس. طبعا انا حطيتها عشان لخبطت، انا عارف ان دي تربيه بواحد، جبتها منين؟ اول سبوره بتاعت الجزء اللي هنا، قلت لك حاجات انا مهمه عندي. تعالى الجزء ده تكامل ده 3 س ناقص 5 ده اللي س، فاز تكامل نفس ما تخافش، تكامل جا بسالب جتا اهو 3 س ناقص 5، مشتقة الزائد ب 3، مشتقة دي ب 3 يبقى 1 على 3 اهم كده، استاذ انت مشتقة دي، مشتقة دي بكام؟ مشتقة دي كده دي ب 3 ودي بصفر مع السلامة، مش لازمة، مش لازمة صفر، يبقى دي 30 اهي مشتقتها بسالب جتا، مشتقة دي ب3 يبقى اسمها كبار، يبقى سالب تلت اللي هي اختار رقم د. تكامل س ناقص د س ده س زائد سالب، نفس الفكرة، زود على أس واحد هنا، ده اللي دخل حسابات، زود على أس واحد واقسم على الأس الجديد، زود على أس واحد واقسم على الأس الجديد، هنا واحد لما زاد واحد تبقى 2، يبقى س تربيع واقسم عليها يبقى نص بره، اه س
س تربيع اقسم على نص. حلو. وبعدين سالب ج، انا عارف ان تكامل ج سالب جتا، طب احط لك سالب ج على بعضها يديك جتا، ما في سالب خلاص، ما انت لو عملت الجتا تكامل ج بسالب جتا، فسالب وسالب برضه بقى بالموجب او ده على بعضها، تكامل سالب ج يديك جتا مره واحده، يبقى زائد جتا س اللي هي نص تربيع تدريس رقم ب. اخر سؤال عندنا في السبوره دي جتا ضيع الاثنين تقسيم واكثر صعب تلخبط فيه، ده هي زاويه منتسبه اولى ثانوي 90 زائد 90 كانت بتغير جا جتا جتا جا ظا زتا زتا ظا قا قتا قتا قا، يبقى جا جتا جتا جا ها ظا زتا زتا ظا قا قتا قتا قا جا جتا جتا جا ظا زتا زتا ظا قا قتا قتا قا، يبقى الجتا تبقى جا. خد بالك التسعين بتغير، جتا في الربع الثاني 90 زائد ده في الربع الثاني، الربع الثاني الربع الثاني والجتا في الربع الثاني سالبه. الله، يبقى تكامل دي اللي هي على بعضها تكامل سالب جاسي زوايا منتسبه ده اللي سي، وانا عارف تكامل سالب جا، تكامل جا بسالب جاتا، طب سالب جا على بعضها يديك جاتا، برافو عليك يا ميش، ده رقم ده. طب اللي بعد كده هناخد اسئله كده شويه، وده اخر سبوره معانا ان شاء الله في الفيديو ده. نيجي لاخر سبوره معانا، دي السبوره الثالثه، اخر سبوره ودي من اهم الاسئله اللي فيها ان شاء الله، كمان سؤال كده من دي في الامتحان، يبقى كده سؤال دي تكامل على الدوائر المثلثيه موجودين معاك. تكامل 2 ج س ج س، الاول كده يا باشمهندس في الجزء ده بيتكلم عن الدوائر المثلثيه، فاكر ده ضغط الزاويه؟ ايوه هي دي، ده عباره عن تكامل ج ضعف الزاويه اللي هي عباره عن 2 ج جتا 2 ج جتا ج ضعف الزاويه ده اللي سي، وانا عندي تكامل الجا بسالب جتا 2 س، واقسم على الاثنين يبقى نص، يبقى سالب نص جتا 2 س، طبعا ده الثابت. تكامل فتر ده ضايع على الاربعه، اول حاجه لو لاحظت هتلاقي دي ثابت، عرفت منين اللي هو ثابت؟ هتقول لي يا استاذ ما فيهاش سي، ما فيهاش سي، حلو. طب تكامل بقى على الاربعه اللي هي 45، الاستاذ قال 45 لوحدها كده بجذر 2 تربيع يبقى باثنين عندك، يبقى ده عباره عن تكامل الاثنين في داله سي. اما ده ثابت، وانا اي ثابت عندي بزود له س، يبقى 2 س زائد ثابت، شكرا، يبقى عندك 2 س. ما تخدعش، القاء تربيع بقى على 4 بواحد باثنين، لا حاسبه، القاء اللي هي 1 على قوسين تربيع بقى على 4، شكرا، او 180 على 4 جا قتا جتا قا زا زتا، ده صوره قوي، هتلاحظ عينك هتجيب في امتحان اختار رقم ده عشان تقول زيها، لا غلط، ليه؟ الجا مقلوبها القتا فدي بواحد، والجتا مقلوبها القا فدي بواحد، والزا مقلوبها زتا فدي بواحد، فده عباره عن تكامل 1 زائد 1 زائد 1. الله، دي جبتها منين؟ جا مقلوبها قتا، انا ما تبعكش في الامتحان تقرا القطار الكبير اللي شبه، جا مقلوبها قتا بواحد، جتا مقلوبها قا بواحد، زا مقلوبها زتا بواحد، واحد 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 يديك 3، يبقى دي عباره عن تكامل 3 ده اللي سي، اللي هي عباره عن 3 س زائد ثابت، برافو عليك، اللي هي الاختيار رقم ب 3 س زائد الثابت. تكامل ج س بتساوي د س، حلو، تكامل الجا يديك سالب جاتا، يبقى د س ده اللي هو عايزها بتساوي سالب جاتا، حلو. طب انا مش عايز زو، فانا خد الاختيار اللي عندك، استنى غلط، ده عايز مشتقة الدالة، الشقة دي يديك الأصلية، متأكد، شقة كده ده شرطة س بتساوي مشتقة الجتا سالب جا، فسالب في سالب بموجب، ده سالب في سالب بموجب جا س، شكرا لك رقم أ. تكامل جتا تربيع ناقص جتا تربيع، احفظ أول جزء كان عندي في أول سبورة، جتا تربيع ناقص جتا تربيع ده قانون جتا ضعف الزاوية، ده عبارة عن تكامل جتا ضعف الزاوية، اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن تكامل الجتا، خد بالك بجا سي، واقسم على 2 يبقى نص زائد ثابت، يبقى نص جا 2 س زائد ثابت، اللي هي الاختيار رقم جي.
تكامل ظا على زتا. مش عارف. صعب يا أستاذ. ما هي واحد على زتا يا ميشو اللي هي بظا. واحد على زتا اللي هي بظا. فتبقى ظا في ظا. واحد على زتا اللي هي بظا. ظا في ظا بظا تربيع س زائد واحد دالة س. الله. واحد على زتا بظا. ظا بظا تربيع زائد واحد دالة س. طب هتلاحظ ايه؟ ان واحد زائد ظا س تربيع بتساوي ق تربيع س. ايوه. الله ينور. واحد زائد ظا تربيع برضه كانت مكتوبه لك. يديك ق تربيع. وتكامل الق تربيع بظا س. الاخت رقم ج. يبقى تكامل الق تربيع بظا س. ابص اللي بعدها. واحد زائد ظا تربيع يديك ق تربيع. برافو عليك. تحفظ القوانين. ق تربيع فيها تاء بتاخد اللي فيها تاء. ما فيهاش تاء بتاخد اللي ما فيهاش تاء. ظا بتاخد القاف. ظا بتاخد القطع. ظا بتاخد القاف. ظا بتاخد القطع. يبقى ظا معاها القطع تربيع. شكرا. تكامل القطع بسالب زتا س. رقم ب. زتا س ده س ده عباره عن ايه؟ خد بالك ان الزتا ده هي الزتا عباره عن جتا على جا. يبقى ده عباره عن تكامل جتا س على جا س في جا س دالة س. هتلاحظ ان الجا طالعه مع مين؟ مع الجا. برافو عليك. يبقى لك تكامل الجاتا. ايوه. وتكامل الجاتا اللي هي عباره عن مين؟ استاذ انا فاكر. تكامل الجاتا اللي هي بجا. تدور عليك شطور. يبقى الزتا جتا على جا. جتا على جا في جا. جا طلع جا ده الجاتا. وتكامل الجاتا اللي هي بجا. خد بالك مشتقة الجاتا بسالب جا. اما تكامل الجاتا بجا بس. عكس. تكامل واحد ناقص بيتا تربيع. لا. واحد ناقص بيتا تربيع دي بس ازاي؟ تقول نفسها واحد ناقص جا تربيع يديك جا تربيع س. جبتها منين؟ مش انا عندي قانون ان جا تربيع س زائد جا تربيع س برضه ده هو يتحسب بواحد. طب ودي واحد استشاره كده. يبقى واحد ناقص جا تربيع يديك جا تربيع. شطور. يبقى جا استاذ جا تربيع يديك جا. اه. وتكامل الجاء سالب جاتا. وتكامل الجاء سالب جاتا. برافو عليك اللي هي الاختيار رقم د. وتكامل الجاء سالب جاتا. واحد زائد ظا تربيع في جاتا تكعيب س. الله. واحد زائد ظا تربيع يدينا ق تربيع. يبقى تكامل ق تربيع في جاتا تكعيب س. ق تربيع في جاتا تكعيب س. حلو. ما هي القامة كوب الجتا. فدي عبارة عن تكامل واحد على جاتا تربيع سي في جاتا تكعيب سي دالة سي اللي هي بتساوي. اختصر. ما هي دي تربيع تحطهم مع واحدة من فوق مع الاثنين من فوق. يبقى تكامل جاتا سي. يعني كده واحد زائد ظا تربيع يدينا ق تربيع. والقاء اللي هي واحد على جاتا تربيع اهي. فدي تربيع زي ما عارفين من فوق ضرب جاتا. وتكامل الجاتا بيجا. وتكامل الجاتا بيجا. تكامل الجاتا بيجا. وتكامل الجا سالب جاتا. خد بالك من الاثنين دول. 5 زائد ق س على ق س. بص اكتب مسألة كده. مش قسمة. يبقى له 5 على ق س. الله. زائد ق س على ق س اهي. ق س على ق س. وده بيساوي ده س. ده بيساوي تكامل 5 على ق س. واحد على ق يديك مين؟ جاتا. برافو عليك. يبقى 5 جاتا س زائد ق على ق يديك كام؟ واحد. خلاص 5 تكامل الجاتا بيجا. تكامل الجاتا بيجا. يبقى 5 جا س زائد تكامل واحد بكام؟ بس. يبقى 5 جا س زائد س اللي هي رقم د. يبقى س دي 5 على ق وق على ق. 5 على ق اللي هي بجاتا. جاتا واحد على ق. واحد على ق جاتا. يبقى 5 جاتا. ق على ق فاضل واحد. يبقى 5 جاتا زائد واحد. 5 جا س 5 جا. تكامل الجاتا بيجا. تكامل الجاتا بيجا.
زائد واحد غير لابسين. اخر مسائل كده شويه، اول ما تيجي لك على التربيع زود على الاس واحد واكتب على كبيره كام اديها لي. غلط طبعا. استاذ بس انا ينفع اعمل فيه شويه، انا همسح الجزء ده، همسح الجزء ده واحلها كده. ده كده حاجه معانا في الحصه ان شاء الله يعني. تكامل ده تربيع سي. انا عندي قانون الجتا 2 سي بتساوي 2 او 1 ناقص جا تربيع سي. حلو. ناقص 2 جا تربيع سي سالب. حلو كده. ودي واحد بس، ودي بس اشاره، ودي دي الناحيه الثانيه. يبقى 2 جا تربيع س بتساوي 1 ناقص جتا 2 سي. هنقسم على الاثنين كده، يبقى جا تربيع س بتساوي نص ناقص نص جتا 2 سي. الله. اوعى تكمل دي بالمنظر ده، لازم تحولها كده. جا تربيع س عباره عن نص ناقص نص جتا 2 سي. حلو ممتاز. يبقى لازم تحولها، ما ينفعش زي الاستاذ زود على نص وعلى نص ونص يجيب واحد من الاخر. لا انت غلطان. ليه؟ ده في مين؟ ده في الدوله العاديه. جو داتا. استنى، هنا غلط. لازم ترجعها لاصلها. انا عندي ده 2 سي عباره عن 1 ناقص جاتا 2 سي. استاذ ده 2 سي قصده 1 ناقص 2 جاتا سي. الف ده تربيع. ادي واحد ناقص اشاره واقسم على الاثنين. اودي 4 2 سي ناقص اشاره واقسم على الاثنين. يبقى 2 جاتا 4 س بتساوي 1 ناقص جاتا 2 سي. اقسم على الاثنين. يبقى جاتا 2 سي بتساوي نص ناقص نص جاتا 2 سي. كامل بقى، كامل بيه. يبقى تكامل نص ناقص نص جاتا 2 س بتساوي تكامل النص حطها سي عشان ثابت ناقص تكامل الجاتا بجاتا. حلو. جاء 2 س اهو. اقسم على 2 وفي برضه نص. نص على 2 يديك ربع. يبقى نص س ناقص ربع جاء 2 س اللي هي رقم الف. وكده انتهينا حصتنا مع بعض. ان شاء الله الحصه الجايه المحاضره الجايه باذن الله هعمل لك فيديو كده خفيف، فيديو سهل. ابدا احل لك اهم اسئله الوحده الاولى جبر باذن الله لثانيه ثانوي. المراجعه دي بالاخص هتكون للازهر عشان امتحانات الازهر قربت. المراجعه دي حاول تذاكرها كويس، مش هيطلع بره امتحان الوحده الاولى جبر باذن الله. هنبدا ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لك الوحده الاولى جبر لوحدها والوحده الثانيه جبر لوحدها. باذن الله هكمل لك التفاضل وحساب مثلثات، وهتقدر تخش الامتحان يا بطل سواء انت ازهر او عام. باذن الله اضمن لك التقفيل ان شاء الله معانا، مفيش مستحيل. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال حليته واقنعك في الدرس هسيب لك رقم هيظهر لك دلوقتي على الشاشه، وهسيب لك رقم في الديسكريبشن في رقم الانستجرام في الديسكريبشن تحت. ما تنساش تبعت اي سؤال واقف معاك، ولو في اي حاجه واقفه معاك عايز اشرحها لك او اي حاجه حاول انت تبعتها لي في رساله او في كومنت. وبرضه ما تنساش الكومنت الجميل منك اللي دايما بيدعمنا وده سبب دعمنا ان شاء الله. المره الجايه او المحاضره الجايه باذن الله هبدا اشرح او ابدا احل على اول وحده جبر باذن الله. استنانا. هيبقى ان شاء الله الفيديو ده يوم الثلاث الجاي. تبقى حصه حلوه حصه لذيذه وهتفهمها باذن الله. سلام.